السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاسس جهازك بطيء وبيهنج؟ في الفيديو ده هوريك 7 خطوات بس تخلي جهازك يتحول من سلحفاة لصاروخ. والأحلى، كلها خطوات سهلة تعملها بنفسك دلوقتي حالا. 1. هتدخل على ويندوز سيرش وتكتب سيرفيسز. هتضغط عليا الكيبورد حرف لس وبعدين تدور على اس ام ان، تدخل عليها وتعملها ديسيبل وبعدين ستوب، وبعدين على ريكفري تخلي كل حاجة تيك نو اكشن. بعد كده ابلاي، اوكي، تضغط عليا الكيبورد حرف ال W وتدور على ويندوز سيرش وتعمل نفس الكلام اللي عملناه قبل كده. 2. هتدخل على ويندوز سيرش وتكتب باور بلان وتخليها عليا هاي بيرفورمانس. 3. هتضغط وينز بلس ار وتكتب ام اس config وبعدين بوت، بعد كده ادفانسد اوبشنز، علم على نمبر اوف بروسيسورز واختار اكبر رقم عندك، بعد كده ابلاي، اوكي. 4. على السيتنجز، ابس ستارت اب، اقفل كل البرامج اللي مش بتستخدمها. افتح this PC في اي مكان فاضي. properties، advanced system settings، شيل الصح عن كل حاجه. apply، اوكي. 6. هتضغط وينز بلس ار وتكتب temp وتمسح كل اللي قدامك، ومتقلقش دي ملفات مش مهمه خالص. تكرر نفس الخطوه لكن تكتب %sign temp %sign، واخيرا تكتب prefetch. 7. ودي اختيارية لكن مهمة، هتحمل برنامج درايفر بوستر عشان تتأكد من تحديث التعريفات. هسيب لك اللينك في الوصف مع كود التفعيل. ويا ريت لو تحدث الويندوز وتبقى عالمي. جرب ال7 خطوات دي وهتتفاجئ بالسرعة. ولو عايز الخطوات الاحترافية اللي تخلي جهازك أقوى من كده، تابعني عشان ما يفوتكش كل جديد. سلام.